زي ما انا بالظبط مش فاهم الخبر اللي انا هقوله لحضراتكم ده، والله العظيم قعدت يعني مش فاهمه. بيقول لك الاتحاد المصري لكرة اليد ارسل الى النادي الاهلي يستطلع رايه في المشاركه ببطوله كاس العالم للانديه في قطر. اللي هو نعم. لكم بس المتن بتاع الخبر اللي هو ازاي. اتحاد اليد يطلب من الاهلي حسم المشاركه في مونديال قطر المقبله لعب 25 اغسطس. هو انتوا يا جماعه بتقولوا الحاجه ازاي اتحاد اليد يبعت للنادي الاهلي؟ هو اصلا الطبيعي والبديهي ان وزاره الشباب والرياضه انه في موقف دلوقتي. احنا فاكرين لما كنا بنتكلم، انا فاكر كويس، انا ما بنساش، بس ما كنتش في القناه هنا، كنت في قناه ثانيه. فاكر كويس لما كان اتحاد اليد نفسه على بعضه كان هيشارك في قطر، فقلنا ساعتها لو في موقف من الدوله، ساعتها انا وقفت مع اتحاد اليد وقلت لهم روحوا وتشاركوا وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه، لانه ما فيش موقف متاخد من دوله مصريه، الدوله المصريه ما خدتش قرار، فالمشاركات هنا ممنوحه. فاصبح فرق، عشان ما بتكلمش في السياسه، عشان مش كل مره اقعد اتكلم ما بتكلمش في السياسه خالص، بتكلم في جزئيه ليها علاقه بالكوره، كره اليد. وزاره الشباب والرياضه بعد ما خرج القرار المصري السياسي، راحت وزاره الشباب والرياضه ارسلت الى كل الاتحادات، اخطرتهم بمنع التعامل خالص ومنع السفر ومنع ارسال اي بعثات اصلا لقطر. فازاي اتحاد اليد يبعت للنادي الاهلي يستطلع رايه او يشوف هو هيشارك ولا مش هيشارك في بطوله اليد؟ اذا كان انت جاي لك خطاب وجاي لك جواب معلن قدام الناس كلها وخطاب رسمي، وقبل الخطاب الرسمي جاي لك كمان من الوزاره والناس كلها عارفه ان احنا قاطعين علاقتنا بقطر. فازاي انت تبعت اصلا النادي الاهلي تقول له انت هتشارك في البطوله ولا مش هتشارك في البطوله، اللي هو اصلا النادي الاهلي اعلن قراره ان هو مقاطع اي حاجه ليها علاقه بقطر بعد القرار المصري. يا جماعه ده ايه ده؟ في لوغاريتمات كده انت تقعد تفسرها. طب ليه اتحاد اليد بيبعت؟ هو انت مش عندك قرار؟ والمفروض على النادي الاهلي هيرد هيقول له ايه؟ ما هو الاهلي اصلا واخد قرار ومعلن في كل حاجه. لوغاريتمات كده ما تفهمش. انت الاخبار اللي بتقولها بتبقى صح قبل كده، ولا الدنيا ماشيه صح، ولا الدنيا مش ماشيه صح، ولا ايه مثلا؟ تالت حاجه، النهارده الاتحاد فلا الله ولا فالكم الانجليزي لكره القدم اعلن عن جدول مباريات الموسم الجاي بالكامل بمواعيده، ماتش. بكلمكم بقى على الفخامه، بكلمكم على الدوري الاغلى والاعلى والاكثر تسويقا، وقولوا زي ما حضراتكم عايزين، موسم 2017 2018 بالكامل. عارف انه دايما عندنا صعوبات، بس انا نفسي في يوم من الايام يبقى عندنا جدول بيتم الاعلان عنه من اول يوم لاخر يوم. نفسي اعيش اليوم ده اللي احنا فيه في الدوري المصري، الفرق بتاعتنا كلها بتبتدي بطولة الدوري وبتعرف هو هينتهي امتى. يا جدع ده الانديه لحد دلوقتي يعني مش عارفه هم ب 25 ولا ب 30، هو هيطبق نظام الاستبدال ولا هنرجع على قديمه قبل مش الاستبدال؟ طب الشغل بتاع يناير اللي اتعمل ده وشالوا منه الاستبدال وضروا بيه انديه لصالح انديه معينه، بصراحه كده عم نفتشر لصالح انديه معينه يعني واضحه وصريحه يعني. وانا قلت ساعتها في الموقف ده، وفاكر انا ما بنساش الكلام اللي بقوله، انه نادي الزمالك اكتر حاجه كان ممكن يتمسك بيها في حق من حقوقه لدى الاتحاد المصري لكره القدم هي الحركه اللي حصلت بتاعت الاستبدال اللي واضحه وصريحه، انه يعني اكتر من اضير في موضوع الاستبدال ده هو نادي الزمالك. وكانت اكتر حاجه يمسك فيها نادي الزمالك هو والانديه اللي ليها حقوق واللي طلعت اللعيبه بتاعتها للاعارات. نادي الزمالك طلع لعيبه قد كده للاعارات، اعارات من بره القايمه، اعارات من بره القايمه اللي هو بنظام العقد الثلاثي ده. فكان الحاجه الوحيده اللي كان يمسك فيها نادي الزمالك وله كامل الحق هو موضوع الاستبدال. فهرجع تاني،
لا الانديه عارفه هتلعب بالقائمه 25 ولا 30 لحد النهارده، وده مش صح. لان الناس لازم تعرف وهي بتتعاقد. دلوقتي الانديه عماله تتعاقد، انديه زي الاهلي وانديه زي الزمالك وانديه اخرى عماله تتعاقد، بيشتروا كل اللعيبه الاجانب. فهو مش عارف هو هيعير قد ايه وهيخرج قد ايه، من حقه انه يعرف. من حق الانديه كمان الصغيره انها تعرف عشان خاطر هتمشي مين وهتجيب مين. من حق الانديه اللي تحت اللي صاعده للدوري الممتاز زي رجاء مطروح وزي الاسيوطي يعرفوا انا هصعد. طب اللي معايا دول هعمل فيهم ايه وهمشي مين وهجيب مين، والنصر. لكنه للاسف حقيقه لحد دلوقتي ده برضو مش واضح، الملامح مش واضحه. واحنا بنتكلم برضو على بطوله الدوري اللي احنا النهارده في مزايده معموله كانت عليها، مش بس على بطوله الدوري. يعني اذا كنا احنا بنتكلم دايما في بيزنس وبنتكلم دايما في فلوس، وان كره القدم تحولت الى صناعه واستثمار، فالنهارده انت عندك المزايده بتاعت الجبلايه بتتم اعادتها مره اخرى. ما وصلوش للرقم. المفروض في 3 شركات تقدمت، الشركه الراعيه الحاليه والاخبار والاهرام. اخبار حطت الشركه الراعيه حطت 365، وشركه الاخبار حطت 360، والاهرام حطت 334 ونص. فهتعاد مره اخرى المزايده الاسبوع المقبل على ان يتم تخفيض. هو اتحاد الكره كان حاطط 450 مليون جنيه، ده الرقم. خدوا بالكم ده مش بس على بطوله الدوري، الباكج بقى على مسابقات وعلى ماتشات منتخباتنا الوطنيه الافريقيه والوديه منها وكل حاجه يعني. فالباكج دي كده بالشكل ده هيقل الرقم بتاعها، انما هتفضل زي ما هي. فهتوصل لكام؟ هيشيلوا منها 10%، فهيبقى تقريبا 405 مليون. ده الرقم اللي هيرسى عليه المزاد، يعني اللي هيدفع ال 450 مليون حلال عليه المزايده، وحلال عليه كمان كل حاجه ليها علاقه بالاتحاد المصري لكره القدم. كل الرابطه اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها حاجه واحده. من اول ما ابتديت لكم ب2 بيتم تقديمهم في مؤتمر صحفي، واحد منه عنده ماتش بكره ما اعرفش المدير الفني سايبه ازاي، والاداره سايباه ازاي، والدنيا سايباه ازاي، والفرقه هتقع هتنزل يعني. نفس القصه بالنسبه للاتحاد السكندري، يتم تطبيق الامر بالظبط على الاداره وعلى مجلس الاداره وعلى المدير الفني وعلى الراجل هيتقدم وهو لسه عنده 4 ماتشات. نفس الامر هو برضو الشق ده لا ينفصل عن الشق اللي بعديه. في اتحاد يد بيبعت للنادي الاهلي يقول له هتشارك في كاس العالم للانديه ولا لا، وهو عنده اصلا قرار من الدوله وعنده قرار من وزاره الشباب والرياضه بعدم تسيير اي بعثات للخارج فيما يخص قطر. هو نفس الامر اللي له علاقه بانه الدوري المصري لحد دلوقتي احنا مش عارفين القوائم اللي بتتعمل، وعمالين نجتهد كل يوم فنقول للناس 25 و5 اعاره، هنعملوا كذا وهيشيلوا كذا، هيسووا كذا هيعملوا كذا. هو كل ده كله على بعضه مقدمه يعني عشان حضراتكم تبقوا فاهمين الصوره. كل ده لا ينفصل عن ما يحدث من عك، حقيقي عك يعني، عشان ما بفهموش. يعني انت عندك قرار وزاره الشباب والرياضه بعتت لاتحاد اليد، خلاص ده قرار رسمي، بتبعت ليه النادي الاهلي تاني؟ وانت مستني مثلا النادي الاهلي يطلع يقول لك ايه على الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه؟ قولوا لي يا شباب معانا مين؟ عظيم. انا معايا على التليفون سياده اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على كره القدم بنادي الداخليه. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، والاخوه جميعا بخير ومشاهدين بخير ان شاء الله. اهلا وسهلا ان شاء الله، ومصر كلها بخير باذن الله يا رب، اللهم امين. طيب بسال حضرتك في جزئيه ليها علاقه باللاعب بتاعكم المهاجم اتشمبونج. النهارده بيتم تقديمه في مؤتمر صحفي وهو يرتدي قميص نادي اخر ايا ما يكون هذا النادي، نادي الزمالك، نادي الاهلي، اي نادي من الانديه، وهو عنده ماتش مهم بكره معاكم وانتوا فرقه بتصارع من اجل البقاء في الدوري. تمام. عايز اخد راي حضرتك ازاي ده بيحصل؟ هو طبعا اللعيب اوريدي وقع لنادي الزمالك، تمام، بناء على رغبته يعني. تمام. وكان العقد بتاعه في شرط جزائي، والحمد لله يعني اتفقنا مع نادي الزمالك، والامور بالنسبه ان هو ينتهي ان شاء الله الموسم الجاي ما فيش اشكال فيها. امبارح كان حصل اتصال تليفوني على اساس ان هم بيستأذنوا في مؤتمر صحفي الساعه 12 الظهر.
احنا اوريدي كده ولا كده، احنا النهارده يعني كان التجمع الساعه 3 على اساس هنسافر اسماعيليه ان شاء الله. اوريدي هو حضر المؤتمر وجاء على التجمع واستاذن هو اللعيب وسافر مع الفرقه يعني ان شاء الله. انتوا حاسين ان اللعيب، انت يا سياده اللواء حضرتك حاسس انه اللعيب كده في كامل تركيزه وهو موجود مع حضرتك؟ حضرتك يعني موجود في الدوري المصري ومتابع، هل شفتها قبل كده لعيب وهو موجود وفرقته في موقف صعب؟ ما هو عمره ما هيكون بقى مركز مع حضرتك وهو في موقف، انتوا في موقف صعب ومحتاجينه. انا هنا بس عشان اقول لحضرتك على حاجه، فكره انه نادي الداخليه تعاقد مع الزمالك بشكل شرعي دي انا لا ازايد عليها، و10 على 10، ونبارك لنادي الزمالك وصفقه قويه جدا، ونتمنى كمان يكون العائد المادي اللي جه للداخليه من هذا اللاعب يبقى عائد محترم، لانه عينكم كويسه ان انتوا اخترتوا اللعيب من البدايه. ده امر انا لا انا مش هو ده موضوعي يعني خالص على الاطلاق، انما انا موضوعي انه انتوا فرقه محتاجه جهود كل لعيب، ما شفناهاش قبل كده في اي دوري من الدوريات، وحضرتك ادرى مننا يا سياده اللواء. بص انا اقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا خلي بالك انت يعني احنا اوريدي زي ما حضرتك بتقول احنا في موقف يعني حساس يعني، انما هو اللعيب ده عندنا بالنسبه مهم برضه ان انا اديله الناحيه النفسيه بتاعته، ان انا يعني زي ما تقول ايه، هو خلاص عارف ان هو الراجل ده في نهايه الموسم رايح نادي الزمالك، بالتالي لما انت بتديله الناحيه النفسيه ان انت بتقول له يعني زي ما تقول ايه انا موافق وانا راضي. وبالتالي لو انا منعته انه هيروح، طب ما هيروح هيجي معايا مش برضه تركيزه مش معاه. الو ايوه يا فندم انا بسمع حضرتك للنهايه عشان ما اكونش بقاطعك. اتفضل يا فندم. فبالتالي احنا يعني زي ما تقول حضرتك كان الكابتن علاء لما اتكلمنا وبتاع فقلنا نفسيا نعمله نفسيا على اساس ان احنا اوريدي كده ولا كده احنا هنتحرك من مصر الساعه 4، مش هتفرق معانا نص ساعه ان احنا كده ولا كده هو اللعيب اوريدي بيجي من بيته وكده. ريحنا نفسيا وبالتالي ما حصلش يعني تاخير بالنسبه لنا في اي حاجه. وان شاء الله نعمل ماتش جيم كويس بكره باذن الله تعالى يعني. ان شاء الله يعني. طيب ان شاء الله. جالكم كام في صفقه تشيمبونج؟ ما فيش داعي بقى اللي عشان ايه، ما انا هقول لك عشان ايه يعني يعني مش عايزين ايه الحاجات دي ايه على الهوا كده قدام الناس. خلاص ماشي ما فيش مشكله. موقف يعني لا يا فندم، لا يا فندم على دماغي من فوق. موقفكم وكيف ترى صعوبه يعني تواجد الداخليه في بطوله الدوري مع الماتشات المقبله، وانتوا عندكم ماتش مهم زي ماتش الاسماعيلي بكره. هو حضرتك يمكن احنا عندنا ان شاء الله باذن الله في 5 فرق اوريدي دول موقفهم صعب من اول الشرقيه لغايه طنطا. الشرقيه عنده 21 نقطه، يطلع بعدين نصر التعدين عنده 22 نقطه، يجي الداخليه 24 نقطه، يجي اسوان 25 نقطه، يجي طنطا 26 نقطه. فاوريدي ال5 فرق دول في 3 فرق هينزلوا. احنا بنتعشم ان احنا يعني يمكن الفتره اللي فاتت سواء ماتش سموحه سواء ماتش المصري ماتش الزمالك عملنا جيم كويس، والفرقه بتاعتنا ابتدت يعني اللعيبه يتالفوا مع بعض. اذا انا بتوقع اللي هيجيب 30 نقطه هيقعد في الدوري الممتاز. ففاضل عندنا 4 ماتشات، عندنا ان شاء الله الاسماعيلي بكره، وبعد كده عندنا وادي دجله، وبعدين عندنا المقاولين العرب، وبعدين اخر ماتش احنا وطنطا. طيب اصعبهم ماتش طنطا ده؟ ما فيش اصعب، ال4 ماتشات صعبين. احنا يعني نطمع ان احنا ربنا يكرمنا مثلا نجيب 9 نقط في ال4 ماتشات، نجيب 7 نقط في ال4 ماتشات، يبقى خير ان شاء الله. فنتعشم من ربنا بس التوفيق يبقى معانا كده، وانما احنا يعني ابتدينا نحط رجلينا في الملعب مظبوط يعني. وكل التوفيق انت حضرتك عارف التوفيق كله بتاع ربنا يعني، ونتعشم خير باذن الله يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فندم بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا سياده اللواء، بشكرك على المداخله، حق الرد على الكلام اللي انا قلته الحقيقه، وان كنت هو هم شايفين دي وجهه نظرهم، يرفعوا من حالته المعنويه، يرفعوا من نفسيته عشان يبقى موجود في الماتش اللي جاي قدام الاسماعيلي. بس انا بسجل اعتراضي مره ثانيه وثالثه، بس انا لازم كان برضو احرص على انه يبقى في حق الرد زي ما